أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. هل الذكاء شرط للنجاح؟ يا ترى محتاج ذكاء قد إيه علشان يبقى عندك مثلا مشروعك الخاص؟ هل محتاج تكون ذكي علشان يبقى عندك عملاء بيثقوا فيك وبيدفعوا في الحاجة اللي بتقدمها، سواء كانت كورس أو تدريب أو منتج بتعمله؟ يمكن دي أسئلة مش بنسألها لنفسنا بالشكل ده، لكن هي موجودة جوانا وبتظهر في أفعالنا في كل مراحل حياتنا تقريبا. وغالبا بنعتقد إن سبب عدم نجاحنا في حاجة هو إننا مش أذكياء كفاية، أو إننا ما اتولدناش وعندنا المواهب اللي تخلينا في المكان اللي بنحلم بيه. يمكن ده يكون صح بنسبة ما، لكن في جزء تاني من القصة دي محدش بيحكيه، فخليني عزيزي المستمع أحكيهولك. الموضوع بيبدأ في سنة 1921 لما كان في عالم نفس في جامعة ستانفورد اسمه لويس تريمان، وبدأ دراسة ما اتعملتش قبل كده. بدأ تريمان يدور على أذكى 1000 طالب في كاليفورنيا ما بين ابتدائي وثانوي، وبدأ يخليهم يعملوا اختبارات علشان يقيسوا معدل ذكاء كل واحد فيهم، واتسمت التجربة دي بالنمل الأبيض. تريمان والفريق بتاعه عملوا اختبارات بكل شكل ممكن تتخيلوا علشان يتتبعوا ذكاء كل واحد من الطلبة دول، لدرجة انهم حللوا عدد الكتب اللي موجودة في بيت كل طالب وتاريخهم الطبي. وكل الحاجات دي كانت مجرد البداية، لكن اللي خلى الدراسة بتاعت تريمان حاجة فريدة من نوعها هو إنها أول دراسة تستمر لمدة سنين. فضل الفريق البحثي يجمع معلومات لمدة أكتر من 15 سنة، وبدأوا يشوفوا هو أذكى 1000 طالب دول وصلوا لإيه في حياتهم. المفاجأة بقى هنا إن الذكاء الخارق ده ما وصلش كل حد فيهم للنجاح، والنتيجة بتاعت التجربة إن الشخص اللي عنده ذكاء عالي مش بالضرورة يكون عنده إبداع. هتيجي بقى تسألني عزيزي المستمع، طب وإيه علاقة الإبداع بالنجاح؟ ما هو لو الواحد ذكي يقدر يعمل أي حاجة. الحقيقة إنه طلع إن الإبداع هو اللي بيحدد نجاحك، إنك تلاقي فكرة جديدة مبدعة هي اللي ممكن تنقلك في مكان تاني. فكرة كتاب، فكرة مشروع، فكرة بودكاست، أو فكرة لوحة. والإبداع برضو هو اللي بيخلي الشخص يحل المشاكل اللي بتواجهه في الحياة أو في الشغل بشكل مبتكر وأسرع، وده اللي هيخلي حياته في العموم أحسن. علشان كده ممكن تلاقي ناس ناجحين جدا جدا في مجالهم، لكن مش بالضرورة إنهم يكونوا بالذكاء الخارق بتاع العلماء. وده بقى اللي أثبتته الدكتورة نانسي أندرسون الباحثة في مجال الإبداع بعد كده، واكتشفت إن لو الشخص عنده معدل ذكاء متوسط أو فوق المتوسط بشوية، ده بيكون بالنسبة له كفاية علشان يبقى عنده قدر كافي من الإبداع يوصله للنجاح. ودي اللي اتسمت بعد كده نظرية عتبة الإبداع، واللي هنشرحها بعد شوية. بس في الأول خليني أوضح نقطة سريعة. الذكاء ملوش أي علاقة بقدرتك على الحفظ. يعني الشخص اللي قادر يسترجع كل الأحداث بتواريخها ويسمع أجزاء من كتب ويقفل الامتحانات اللي مبنية في أغلب مجتمعنا العربي على الحفظ، ده مش بالضرورة إنه يكون شخص ذكي، لكن هو شخص مرن نفسه على الحفظ. زي ما مسابقات الذاكرة اللي بيشترك فيها ناس تقدر تسترجع عدد مهول من الأرقام والكلمات. طبعا هو على قد ما هو شيء مبهر، لكن الحقيقة محدش فيهم بقى مليونير من وراء الذاكرة الخارقة دي، لأنه على قد ما قدر يجمع معلومات جوه المخ ما قدرش ينمي الحاجة الأهم، الإبداع، القدرة على حل المشاكل، أو إنك تطلع بأفكار جديدة بره الصندوق. لأنك ببساطة لو بصيت على أي حاجة حواليك أنت بتستخدمها دلوقتي واخدها على إنها شيء عادي، الحاجة دي كانت مجرد فكرة جديدة وصاحبها قرر إنه يسعى وراها وبعدها بقت واقع. طب نرجع تاني لنظرية عتبة الإبداع. إيه بقى دي؟ بتقول النظرية إن الإبداع مش حاجة موجودة عند عدد محدود من الناس، لكن الإبداع حاجة أي شخص يقدر يكونها ويبنيها بشرط إنه يحط المجهود والوقت المناسبين للعملية دي. ووفقاً للنظرية دي إن في حد أدنى من الإبداع عند كل شخص فينا، ولو الشخص ده قدر ينمي الإبداع اللي عنده ويزيد عن الحد الأدنى، فيقدر بعدها يوصل للحظات التدفق الإبداعي. ولحظات التدفق الإبداعي دي بقى هي أهم حاجة، هي اللي ممكن تغير حياتك بالكامل، هي اللي ممكن تخليك حد مهم بين يوم وليلة. ولو بصيت حواليك هتلاقي نظرية عتبة الإبداع دي في كل حاجة.
هتلاقي في حد أدنى من الكفاءة لازم يكون عندك، وبعدها تطويره هو اللي هيحدد إذا كنت هتنجح ولا لأ. وكم المجهود اللي كل شخص بيديه لتطوير العملية دي هو اللي بيحدد مكانه في الحياة. وأمثلة بسيطة علشان نفهم أكتر الموضوع ده: لما شخص بيقرر إنه عايز يخس، علشان ينجح في العملية دي هو محتاج يعرف الحد الأدنى من المعلومات، زي مفروض ياكل إيه ويبعد عن إيه، مواعيد الأكل والتمارين اللي هيعملها. لكن اللي هيحدد نجاحه إنه بعد ما عارف الحد الأدنى من المعلومات دي إنه يطبقها ويستمر عليها. شخص تاني بيحب الكتابة وفهم المبادئ الأساسية للكتابة والقواعد اللغوية، وقرأ بقى كتب ومقالات عن إزاي تكتب، فده هنا الحد الأدنى. لكن اللي هيحدد إذا كان هو هيبقى كاتب ولا لأ هو إنه يعدي العتبة دي، إنه يكتب ويستمر في الكتابة لحد ما ينجح. الفكرة ببساطة، لو أنت شخص عايز يعمل أي حاجة في الحياة، حتى لو الحاجة دي جديدة عليك تماماً وما عملتهاش قبل كده، مش مطلوب منك تكون خارق الذكاء، لكن تبدأ تشوف هل أنت اتعلمت كفاية عن الحاجة دي؟ هل عندك الأساسيات والحد الأدنى من المعلومات اللي يخليك تبدأ فيها؟ ودي بقى الخطوة اللي كلنا بنضيع فيها، ودي برضو الخطوة اللي عقلنا بيحب يستعملها علشان يوقفنا. تبقى قاعد في أمان الله عايز تبدأ في حاجة، فعقلك يقولك لا أنت لسه ما تعرفش كفاية، طب تعالى نقرأ ال16 كتاب دول الأول، طب لازم تاخد ال20 كورس دول علشان تحس إن أنت واثق في نفسك كده علشان تبدأ. وتفضل قاعد شهور وسنين تقنع نفسك إنك مش قادر تعدي العتبة دي، إنك لسه مش جاهز. لكن مش هتقدر تحقق أي نجاح ملموس في حياتك لو ما عدتش العتبة دي. والموضوع ملهوش علاقة بالذكاء قد ما هو له علاقة بالممارسة. الممارسة هي اللي بتوصل للإتقان، والإتقان هو اللي بيوصل للنجاح. بيقول ألبرت أينشتاين: الموضوع كله مش إني أذكى، لكن أنا بفضل أحاول أوصل لحل لمدة أطول. وهنا اسمح لي عزيزي المستمع ألخص لك كل اللي فات ده في خطوات بسيطة تقدر بيها تعدي العتبة دي وتوصل للإبداع في أي حاجة أنت عايز تعملها. أول حاجة، اعرف مستواك الحالي. ابدأ حدد أنت فين من هدفك، وقيم قدراتك الإبداعية ومهاراتك. هل أنت لسه مبتدئ وبتجمع الحد الأدنى من المعلومات، ولا عندك حاجة تقدر تبدأ بيها؟ تاني حاجة، اتحدى نفسك. اتحدى الخوف من إنك تبدأ والأعذار اللي عقلك بيطلعها لك. طب حد هنا هيجي يسأل: أبدأ وأنا لسه مش مستعد كفاية؟ ابدأ. هي دي الحاجة اللي هتخليك تتغلب على خوفك. البداية هي أصعب حاجة، ولو بدأت خلاص كده مفيش أي حاجة هتوقفك. محدش بيتعلم الرسم بإنه يقضي عمره كله يتفرج على لوحات، لازم يمسك الفرشة ويبدأ. ومحدش في الدنيا أول ما بيبدأ بينجح. وده اللي هيودينا لتالت حاجة: ما تخافش من الفشل. الفشل جزء من العملية الإبداعية، ما تخليش أي وقعة تحبطك وتخليك تقرر إنك تتخلى عن حلمك. اعتبرها فرصة إنك تتعلم. كل فشل بيقربك خطوة من إنك تعدي العتبة علشان توصل للإبداع. خامس حاجة، دور على الإلهام. حاوط نفسك بالحاجات اللي تديك أفكار، ومش شرط إن تكون الحاجات دي في نفس المجال اللي انت عايز توصله. استكشف الفن، الأدب، الموسيقى، وأي حاجة تانية تخليك قادر تشوف الجمال حواليك. املى عقلك بأفكار كتير، ودي اللي هتحفز عقلك إنه يفكر بإبداع. سادس حاجة، الصبر. خليك صبور مع نفسك واستمر. بيقول نابليون هيل: ناس كتير قوي بتبدأ بس قليلين اللي بيوصلوا، علشان محدش بيبقى عنده صبر إنه يستمر، وده بيكون أهم أسباب الفشل. الاستمرارية هي المفتاح السحري علشان توصل لحلمك. سابع حاجة، حدد أهداف صغيرة. لما بتبدأ أي حاجة اللي بيخليك تحبط إنك بتقارن مستواك دلوقتي بمستوى حد بيعمل الحاجة دي بقاله سنين. لكن مهم علشان ما تحسش بكده إنك تحط أهداف صغيرة سهل إنك تحققها. نفسك مثلا تبقى كاتب، ما تجيش تفكر في الرواية 600 صفحة اللي واخدة جوائز واللي صاحبها كتبها بعد شغل سنين وتسأل: ما أنا اتعلمت أساسيات الكتابة ومش عارف أكتب زيها ليه؟ لكن حط لنفسك هدف صغير، إنك تكتب قصة قصيرة كام سطر بس تكون قصة حلوة، وبعدها إنك تكتب صفحة و2 و3 وهكذا لحد ما هتلاقي نفسك في يوم مع الاستمرارية كتبت الرواية اللي بتحلم بيها.
تامن حاجة التقييم. في كل فترة أقف مع نفسك وقيم اللي انت وصلت له، شوف اتعلمت ايه وايه الحاجات اللي محتاجة تحسين أو تعديل. الخطوة دي مهمة جدا لأننا ساعات بنمشي بروتين معين ومش بناخد بالنا احنا مفروض نغير ايه علشان نحسن من نفسنا. في النهاية النجاح ملوش علاقة بمستوى الذكاء على قد ما له علاقة بالاستمرارية والإتقان، إنك تقدر توصل للإبداع في المجال اللي انت اخترته. وعلشان توصل للإبداع ده لازم تعدي من العتبة الأولانية ويبقى عندك الحد الأدنى من المعلومات اللي تخليك تاخد خطوة. بس الأهم إنك تتحدى نفسك وخوفك وتاخد الخطوة دي وتبدأ، حتى لو كانت النتائج في البداية مش بالمستوى اللي بتحلم بيه، لكن ده جزء أساسي من العملية الإبداعية. المفتاح للنجاح هو إنك تكمل على قد ما أنت عايز الحاجة دي. بيقول توماس إديسون إن العبقرية عبارة عن 1% ذكاء و99% مجهود. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل.